يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة أجمل ميني بيتزا في البيت، وجبة الأولاد المميزة بعجينة خفيفة هشة وطعمها لذيذ. صنف مش هتستغني عنه خصوصا أيام الدراسة، أساسي في أعياد الميلاد والجوع آخر الليل. ومن كيلو دقيق هنجهز 60 قطعة بيتزا، تقدري تحتفظي بيها في التلاجة لمدة 3 أيام أو في الفريزر لمدة شهر. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب. هنجهز مع بعض محسن العجينة بيحافظ على طراوة العجينة فترة طويلة. كوباية كبيرة من الدقيق هنزل عليها بظرفين من خميرة الفورية ومعلقتين كبار من السكر. هقلب كل المكونات دي مع بعض وانزل عليهم بكوباية ونص من المية الدافية مش السخنة، عشان تشغلي الخميرة واتأكد ان الخميرة فعالة. وهقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا واحطها في مكان دافي مش اقل من ربع ساعة عشان اتأكد ان الخميرة شغالة. وفي طبق العجن هنزل بكيلو من الدقيق ناقص الكوباية اللي خدتها لمحسن العجينة. يفضل ان انتي تستخدمي نوع دقيق يكون العرق بتاعه قوي. في أنواع دقيق مخصصة للمخبوزات هتديكي عجينة هشة وطرية، نتيجة ممتازة. وهضيف للدقيق معلقة صغيرة من ملح الأبيض الناعم، معلقتين كبار من اللبن البودرة عشان أعزز القيمة الغذائية للعجينة. لو مش متوفر عندك لبن بودرة مش مشكلة، ممكن تستغني عنه. كوباية زبادي، أي نوع، النوع المتوفر عندك ضيفيه. في الوقت ده الخميرة اشتغلت، شايفين عملت فوم وعليت. وانزل بيها على الدقيق، وفي البداية هقلب بالمعلقة. وهكون مجهزة كوباية مية دافية ممكن أزود بيها العجينة لو احتاجت. كمية المية اللي هتضيفيها تختلف حسب نوع الدقيق اللي انتي بتستخدميه. هبدأ أعجن بإيدي، وكل ما أحس إن العجينة ناشفة هضيف لها المية بالتدريج حبة حبة، مش هنزل بكمية مية كبيرة مرة واحدة. واستمر في العجن لحد ما يديني عجينة متماسكة. هضيف لها معلقتين كبار من أي نوع زيت طعام أو معلقتين كبار من زيت زيتون المتوفر عندك ضيفيه. هرجع عجينها تاني لحد ما تديني عجينة هشة قطنية بتلزق حاجة بسيطة. هنستمر في العجن مدة ما تقلش عن 15 دقيقة. المخبوزات بصفة عامة بتحب إنك تخدميها كويس، ولو العجينة قطعت منك ما تقلقيش خالص، استمري في العجن هتلم معاكي وتديكي عجينة قطنية هشة وطرية. وهمسح البولة بنقطة زيت. هسخن الفرن عندي 5 دقايق واطفي، يعني الفرن عندي دافي. هحط العجينة في البولة وغطيها بفوطة نظيفة واحطها في الفرن وهو دافي لمدة نص ساعة. ما تطوليش قوي فترة التخمير لانها لسه هتخمر مرة تانية. هبدأ اجهز صوص البيتزا السريع، معلقتين كبار من الصلصة، عليهم معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة كبيرة من الزعتر، ولو الزعتر عندك خشن هتفركيه بين ايديكي، معلقة صغيرة من الملح الابيض الناعم، نص معلقة صغيرة من البصل البودر، نص معلقة صغيرة من الثوم البودر، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة. وأقلب كويس جدا لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض والملح يدوب. هضيف لها معلقة كبيرة من زيت الزيتون وارجع أقلب تاني كويس جدا. وعشان ما تلزقش مني أثناء التسوية واطلعها سليمة بكامل أناقتها، همسح صاج الفرن بفرشة من الزيت واديله رشة من الدقيق بالظبط كأنها بطانة كيكة. وهميل الصاج يمين وشمال عشان الدقيق يتوزع عليه كويس. عندي هنا العجينة اتخمرت، هديها بوكس عشان اطلع الهواء الزيادة اللي فيها. عجينة هشة جدا وطرية عاملة زي حتة الملبن بالظبط. وهتشكليها بصورة كور صغيرة، وزن الكورة من 30 ل 35 جرام. هترصيها على صاج الفرن بين كل كورة والتانية مسافة، لأن هي لسه هتخمر ويتضاعف حجمها. هتغطيها بفوطة نظيفة وتسيبيها في مكان دافي لمدة نص ساعة. بالنسبة للحشوة دي لعبتك، الحشوة اللي انتي أو ولادك بتفضلوها موجودة في التلاجة أو هتشتريها. أنا عندي هنا ميكس جبن، زيتون أخضر وزيتون أسود، جبنة كريمي، فلفل ألوان، طماطم، جبنة موتزاريلا. عايزة تحشيها بأي حاجة تعمليها معاملة البيتزا بالظبط. بعد ما الميني بيتزا خمرت للمرة التانية هدوس عليها بالراحة خالص واديها الشكل الدائري المميز للميني بيتزا.
هغطي سطح كل واحدة بنص معلقة صغيرة من صلصة البيتزا السريعة اللي عملناها مع بعض. فوق الصلصة هنزل بمسحة خفيفة من الجبنة الكريمي، وعشان ما نزعلش حد مننا أول صاج عملته نصه ميكس جبن والنص التاني ببروني. وهتحطي الإضافات اللي ولادك بيحبوها، فلفل ألوان، فلفل رومي، زيتون، طماطم، أي حاجة ولادك بيحبوها هتضيفيها. ومن فوق هنغطيها بطبقة حلوة من الجبنة الموتزاريلا. وفي فرن سخن هدخل صاج البيتزا على الرف الأوسط. الفرن شغال من تحت بس وقت التسوية من 10 ل 12 دقيقة، وعشان أنا مبطنة الصاج كويس جدا قطعة البيتزا بتطلع بكامل أناقتها محتفظة بشكلها، ما بتلزقش خالص. تسوية ممتازة، عجينة هشة وطرية. بعد ما تبرد خالص تقدري ان انتي تحطيها في طبق ابيض وتغطيها بستريتش، تحطيها في الفريزر، ممكن تقعد معاكي لحد شهر. بتطلعيها تسيح، تحطيها في الميكروويف 20 ثانية مش أكتر، كأنك لسه عاملاها حالا. طعمها ممتاز، هتعجبك وتعجب ولادك. ولو ولادك زهقوا من السندوتشات حط لهم الميني بيتزا في اللانش بوكس، عمرهم ما يزهقوا منها أبدا. جربيها، هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.